السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم ابو كريم النهارده فيديو جديد، هنتكلم النهارده عن امنية القوة. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي وندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم ان شاء الله والارض ترجع. وتعالى نشوف الفيديو بيقول ايه. يا عروستي يا عروستي، انا فرحانه قوي يا عروستي عشان ماما ترجع لي تاني يا عروستي. انا بحب ماما قوي يا عروستي. تعرفي يا عروستي، فاكره لما قلت لك ان ماما كل شويه كانت بتفضل تقول لي يا امنيه انت يا حبيبتي ابداي يا امنيه مع باباكي وكلمي حلو وعاملي حلو. هو ايه العروسة دي؟ يعني انا حاسس العروسة دي صاحبتك عارفاها من ايام ابتدائي، ايه الحكاوي دي كلها؟ العيب مني انا يا ماما، بس فعلا طلع العيب مني انا عشان انا لما كلمت بابا حلو قال لي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. انا مبسوطه قوي. شفتي يا عروستي بابا اتغير ازاي؟ بابا اتغير بقى واحد تاني خالص، وكمان فعلا بقى اب جشع، بقى جاحد فعلا فعلا والله. يعني ما انت بتحكي العروسة ورق ولا قماش دي؟ ندى وكمان غزل اتغيرت، كلهم بقوا طيبين قوي يا عروستي. انا فرحانه قوي يا عروستي ومبسوطه قوي يا عروستي، انا بحبك. طب بالراحة على العروسة، بالراحة، العروسة هتفرتكيها من بعضها، بالراحة. بقى اشغل اغاني عشان انا فرحانه قوي. هنفصل بقى الصوت عشان الكوبي رايت، عشان دي بتشغل اغانيها وهيجي لي عليها كوبي رايت. عروستي بقى انا هروح اجيب ماما، ماشي؟ ايوه، عايز افهم ايه العروسه اللي انت سحلاها معاكي من اول الفيديو دي؟ يعني لو صاحبه عمرك مش هتكلميها كده. ان شاء الله لما ترجع لها مامتها هتبقى احسن بكتير يا محمود، ومش هتقولك على حاجه لا ابدا. انت يا عم محمود، انت بقى خاطف البت من امها، انت طلعت جاحد قوي. تقولك على كل حاجه حاضر ونعم. هي شكلها اتغيرت برضه. ايوه يا عم، ما حدش قدك. انا مبسوطه قوي والله، انا مبسوطه قوي. ماشي يلا بقى روحي هاتي ماما. ماشي، افتحي الباب يا امنيه. ثواني. طب ما تساعدوها طيب، طالما الباب مزرجن قوي كده ساعدوها، اعملوا اي حاجه بدل ما انتوا واقفين كده. افتحي الباب يا امنيه. الباب مش بيفتح. وتفتحي الباب افتحي الباب يا امنيه. يا امنيه افتحي الباب يا امنيه. يا امنيه افتحي الباب عشان تروحي تجيبي مامتك. ماشي، بس الباب مش بيفتح والله. افتحي الباب يا امنيه. هو ايه الرخامه دي؟ يعني انتوا كلكم واقفين وقافلين الباب مش عايزينها تمشي، وافتحي الباب يفتح الباب. ايه ده؟ ايه العبث ده؟ مش بيفتح ليه؟ افتحي الباب يا امنيه. ما مش عارفه افتح الباب والله. يا امنيه افتحي الباب يا امنيه. يا عروستي الباب مش عايز يتفتح، مش عارفه. العروسه هتعمل لك يعني، تخيل انت واقف عمال تفتح في باب وعمال تفتح افتح الباب يا امنيه، افتح الباب. طب ما تساعدوها، اعملوا اي حاجه. يا بابا مش عارفه. افتحي الباب يا امنيه. مش عارفه يا بابا. افتحي الباب يا امنيه. ما تفتح الباب يا امنيه بقى وخلصينا من ام الفيديو ده. افتحي الباب يا امنيه. انا عايزه اشوف ماما. افتحي الباب يا امنيه. انا عايزه اشوف ماما. افتحي الباب يا امنيه. افتح الباب يا امنيه، ده محتوى الفيديو. ماما افتحي الباب يا امنيه. افتح يا بابا والنبي، افتح يا بابا، انا عايزه اشوف ماما. ماما وحشتني قوي. يا باب يا وحش افتح. بيتكلم الباب، يعني واحده بتكلم عروسه برضه، هتكلم ايه؟ يعني اكيد لازم تكلم الباب. الباب يا امنيه. افتحي الباب يا امنيه. افتحي الباب يا امنيه. افتحي الباب يا افتحي الباب يا امنيه. هما ليه بيعاملوا الباب ده على انه هو الباب اللي هو بتاع افتح يا سمسم فيروح فاتح؟ لا لا، الحاجات دي مش في مغارة علي بابا حضرتك، ده بيت عادي وباب عادي يعني. افتحي الباب يا امنيه. افتح يا يلا بابا. يا امنيه عشان تجيبوا مامتك. ما خلاص بقى، ده انتوا يعني لو ما كده كنت بالعروسه دي بتدوكوا في الشيك خلاص صدعتوني. مامتك يا امنيه. افتحي الباب يا امنيه. حاضر يلا افتح يا بابا. افتحي الباب يا امنيه يلا. حاضر يلا. افتحي الباب يا امنيه. افتح بقى يا بابا، انا عايزه اشوف ماما بقى. افتحي الباب يا امنيه. ما تفتحي الباب يا امنيه. مامتك يا امنيه روحي هاتيها يلا. يا عروستي الباب مش عايز يفتح يا عروستي، اعمل ايه يا عروستي؟ أمنية نعم. أهي أمنية، خليك بابا يرجع لك مامتك. افتحي الباب بقى يا امنيه. ما انت مش عايز يفتح، اعمل ايه؟ خلاص افتحي الباب نخليها يا يوم أمنية. تاني. طيب يوم نخليها تاني؟ نخليها يوم تاني يا امنيه. لا انا عايزه اشوف ماما النهارده. طب ما تفتحي الباب يا امنيه. الباب مش عايز يفتح. افتحي الباب يا خلاص يا وحش بقى، احنا هنقضيها مغنى طول الليل ولا ايه؟ اخرس بقى. ده يا عم محمود، عم محمود علق تقريبا، حد يمسكه كده يا جدعان ويخبطه كده يا جدعان. في ايه يا عم؟ في انت علقت ولا ايه؟ انت ساعه ونص افتح الباب يا امنيه. ما خلاص يا عم، ما خلاص بقى يا وحش. مش عايز يفتح. افتحي الباب يا افتحي الباب امنيه. يا امنيه. مش عايز يفتح. واخد بالك انت من الموسيقى المؤثره المحطوطه دي؟ يعني دراما يعني 10 من 10. وهنا قاعده بتشكي القطه بتاعتها دي ولا بارب بتاعتها دي عن كميه الحزن والاسى اللي لقيتها وهي بتفتح الباب وما رضيش يفتح. في ايه ده فجعتيني؟ ها هتفضلي قاعده كتير؟ لا مش هفضل قاعده. يلا حبيبتي وراكي شغل في المطبخ. شفتي كدبك وصلك لايه؟ انا قلت من اول اللي هي شريره،
قفلوا عليها الباب وحارمينها من امها. عيله جحده. شايف فيكي عيب جديد وكسلانه كمان، ده العيب الجديد اللي لسه مكتشفاه فيكي. كسلانه زي امك بالظبط، ما سبتيش منها حاجه غير لما اخدتيها منها. ماشي. ماشي اسمها ماشي، اسمها حاضر ونعم. اسمها حاضر ماشي دي ايه؟ انت قاعده هنا بتخدمينا، انت واخده بالك؟ هو انت ليه بتعاملوها على كانها اسيره يعني، مش بنت صغيره عادي يعني. يا بنتي انا عاوزه اعلم فيكي لحد امتى؟ انت مخك تخين قوي كده ليه؟ حاضر حاضر يلا على المطبخ نضفيه يلا. حاضر ماشي. كسلانه وكمان كدابه. مش عارف ايه ده، اطفال اخر الزمن ايه ده؟ ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب ها، عشان خليك حلو كده ها، والانستا يعني خليك جدع. ايه يا ايه؟ ايه يا احمد؟ يا ايه انا عايز اقول لك على حاجه. انا ممكن اجيب لك حقك واجيب لك بنتك لحد هنا وبالقانون، وده حقك يا ايه. لا والنبي يا احمد انا مش عايزه كده لو سمحت. انا طالبه منك طلب واحد بس. انا يعني مش عارف ده، لا ده مسلسل دراما يعني التانية دي جوزها دي كانت متجوزة عم محمود الجمل وطلقها، ودي اتجوزت واحد تاني وهو اتجوز واحدة تانية. ايه الخزعبلات دي كلها؟ اني هبعتك تاني لمحمود تتكلم معاه وان انت تجيب لي بنتي، بس يا احمد عشان خاطري انا ولا عايزه اخسرك ولا عايزه اخسر محمود ولا عايزه اخسر بيتي وبنتي. بقى انا عايز افهمك على حاجه برضو، اللي انت ماشيه بيه ده كده غلط. انت ايه طيبه، ما ينفعش اللي انت بتعمليه دوت. هو لقاكي سكتي اللي هو متجوز وقعدت 8 سنين وعايشه خلاص، عمل اي حاجه. طب اتصرف معاه ازاي؟ انا ما ينفعش اتكلم معاه باسلوب وحش، ما ينفعش اتصرف معاه تصرف وحش. مبقاش تتصرفي معاه تصرف وحش ايه؟ ده واخد بنتك بيفرتكوها فوق، بيعاملوها كانها عبيده. 8 سنين هو مش شايفك خلاص. انت دلوقتي قاعده هناك انت وامنيه بتاكلوا وتشربوا، فيها ايه يعني لو سبتينا اتصرف واجيب لك امنيه هنا بالقانون وهتقعدي هنا في بيت اخوك معززه مكرمه برضه هتاكلي وهتشربي؟ والله العظيم ما هزعلك في حاجه انت وامنيه ابدا، ولا هنقصك حاجه ابدا. والله يا اخويا انا عارفه، ولا اشوفك في يوم مكسوره كده. والله يا حبيبي انا عارفه اللي عندك، بس برضو انا عايزاك تروح تتكلم مع محمود تساله تقول له ايه عملت ايه غلط. ايه اللخبطه دي؟ يعني ده طلع اخوها في الاخر ولا ده جوزها؟ ما تلخبطونيش بقى يا عم، خلاص يا جدعان نسحب الكلام تاني. ده طلع اخوها. تقول له اختي عملت لك ايه غلط علشان تحرمها من بنتها وتبهدلها كده، قول له عملت لك ايه، قول له لو انا عايز افهم بقى الاستاذه اللي قاعده من الصبح دي قاعده ومكشوفه كده يعني، انت جايه تتخطبي يعني، جايه تتقدمي له ولا انا مش عارف ايه الكسوف اللي اوفر اللي حضرتك فيه ده؟ طب قول اي حاجه يعني. لو سمحت رجعها بيتها وقعدها مع بنتها زي ما كانت قاعده، وكده كده هو اصلا ما كان. انت بص يعني قاعده عمال تبص ازاي؟ بص يعني لما تكون بتقول ايه اللي جابني هنا، انا جاي هنا بعمل ايه؟ او نسيت الدور بتاعها ما تفهمش. بيجيلنا مش عايز يجيلنا 3 مرات يبتدي ما يجيلناش، مش عايزين نشوفه خالص، بس اقعد في حضن بنتي، اقعد في حضن بنتي. يا ايه صدقيني انا لو رحت لمحمود انت كده هتقل بينا، ما ينفعش اروح له، ما ينفعش. عشان خاطر بنتي امنيتهم كلها. لو رحت له هيقعد يقول لي افتح الباب يا احمد، افتح الباب يا احمد، مش هينفع. حاجه عشان خاطر معلش عشان خاطر اخر مره دي يا سلمى صدقيني ما ينفعش اروح له، ما ينفعش. طب اخر مره جرب يمكن. اخيرا اتكلمت يا ستي، اخيرا قاعده من الصبح في صمت مرعب الصراحه. حاجه تتحل معلش. عشان خاطر امنيه يا احمد، عشان خاطر يا طيبتك دي وحشه في الزمن ده. عشان خاطر امنيه كل حاجه تروح. بص انا عايز افهمك على حاجه. نعم. هو في رجاله كده بيحبوا الست الشخصيه القويه، ما بيحبوش الضعيفه شبهك. يعني اعمل له ايه يا احمد؟ يعني ابقى انت قويه من 8 سنين لو كنت عملت مشكله اللي هو اتجوز ما كان زمانك وصلت للي انت فيه ده دلوقتي. وانت كنت فين؟ انت يعني سايبها 8 سنين مش عارف تجيب حقها وراح تكلمها هي؟ طب وانت حضرتك بتعمل ايه يعني؟ والله يا احمد انا قلت له انا حقي مسامحه فيه، الا بنتي لا ما تجيش عليها وما تكسرهاش. يعني انت عايزه ايه من الاخر؟ انا مش عايز ازعلك وافضل ماشي معاكي بدماغك لحد الاخر. ربنا يخليك ليا. انا عايزاك تروح تقول لمحمود تقول له اختي عملت ايه غلط، لو سمحت رجع اختي تعيش مع بنتها وخليها عايشه مع بنتها في حضن بنتها. انا مش عايزه حاجه تانية غير كده عشان خاطر يا احمد. معلش يا احمد معلش عشان خاطر امنيه بس. خلاص انا لسه جاي من الشغل هتغدى واروح على طول. لا والنبي ما قبل الغدا معلش. انا اسفه والله انا اسفه، بس روح له عشان خاطر يا احمد. انا قلبي وجعني على امنيه بنتي، مش قادره اصبر اكتر من كده. خلاص يا اللي انت عايزاه. ربنا يخليك ليا يا اخويا. الاخ الحنين الرزق يعني يعني ما فيش احسن من الاخ يا جدعان. يا بالنسبه انا عايز اقول حاجه على فكره، عشان انا كل ما اتكلم عن امنيه القوه يجي لي عيال اندر ايدج في اولى اعدادي يقعدوا يقولوا لي امنيه القوه انت ازاي تتكلم عليها؟ دي مش لا ايقونه ومش عارف.
يا حبيبي امنيه القويه دي احسن مني بكتير. انا ما بتريقش عليها، احنا طالعين بنهزر مع بعض على الفيلم القصير ده، بس انا ما اقدرش اتنمر على امنيه القوه. يا رب تسلم. ربنا كل حاجه بتحل يا ايه، والله كل حاجه بتحل يا رب. ربنا يهديك يا محمود يا رب، وتدي احلى امنيه لاحمد يا رب. هو بالنسبه لبتاع الكاميرا اللي عمال يزوم ان ويزوم اوت وينتش وبتاع، خلاص يا عم وجعت لي عيني والله من كتر الزوم ان والزوم اوت اللي انت عمال تعملهم دول. خلاص انت لسه متعلم اساسات الكاميرا ولا ايه؟ شايف يا عيني مشغلين البت بلقمتها، يعني مخليها تغسل المواعين. قصه قصيره حزينه. حاضر. ايه ده بالسهوله دي؟ ما هو الباب فتح اهو. ما يعني ما قلتوش له افتحي الباب افتحي الباب، بل كنت بتذل البت في اول الفيلم ليه؟ ده انتوا هوب خالص. وعليكم السلام. مين حضرتك؟ محمود موجود؟ اقول له مين؟ قولي له احمد اخو ايه. احمد اخو ايه؟ تمام حاضر. خالو امنيه يا حبيبتي. وحشتني يا خالو، وحشتني قوي يا خالو. عامله ايه يا حبيبتي؟ انت كويسه؟ ايوه خالو. الحقنا يا خالي، مسكين هنا مستعبديني وخلينا نغسل المواعين. انا اتجننت من كتر ما بكلم العرايس، يا خالي بقيت ما بيقولوا لي افتح الباب يا امنيه ومش عارفه افتحه. والنبي عشان خاطري يا خالو ما تسيبنيش، خدني معاك والنبي يا خالو. هنا ما فيش حد بيحبني خالص يا خالو، ما فيش حد بيتكلم معايا يا خالو والنبي يا خالو. انا ماما وحشتني قوي والنبي يا خالو ما تسيبني والنبي. امنيه مش هسيبك. هي دي حاضر ونعم. محدش بيحبك في البيت، باباكي مش بيحبك. خشي شوفي وراكي ايه يا امنيه. سيبيها واحده. خشي على المطبخ، خشي جوه اغسل المواعين يا عبده، انت هنا نستعبدك هنا. خشي. ايه المعامله دي يا عم؟ عايزه اقف مع خالو لو سمحتي ادخلي شوفي وراكي ايه. حاضر ونعم يا امنيه. والنبي عشان خاطري. يلا يا امنيه. خالو والنبي ما تسيبنيش يا خالو ما تخافيش. والنبي يا خالو ما تسيبني. ما تخافيش يا حبيبتي. بالله عليك ما تمشي غير لما تكون اخدني معاك. حاضر حاضر. ماشي. يلا يا امنيه. حاضر ونعم يا حبيبتي. ثانيه واحده هقول لمحمود واقول لحضرتك اتفضل. تمام. محمود. ايه يا ندى؟ احمد اخو ايه بره على الباب. بره على الباب؟ ايوه، وبنتك اول ما عرفت ان هو بره على الباب طلعت بست ايده وقالت له بيعاملوني معامله وحشه ومحدش بيحبني وخدني معاك وانت ماشي. ايه طب هي غلطت في ايه يعني؟ ايه الغلط في كده؟ ما انتوا مستعبدينها طول الفيديو. ايه سيبوا البنت تقول حريتها يعني. ايه الغلط في كده؟ وهو راح قايل لها خلاص هاخدك معايا، كانه كده بيقولها عافيه ومش عامل لك احترام يا محمود. مش قايل هستأذن بابا مش عامل لي الاول. احترام. دي الحربايه بقى اللي بتهدي النفوس، انت واخد بالك؟ دي اي ست في اي بيت عيله بتخرب البيوت كلها. ايوه مش عامل لك احترام. ايه هاخدك معايا وانا ماشي دي؟ بصراحه لما لقيت اسلوبه كده قلت له اتفضل على الباب، استنى بس هنزلك محمود بس. وامنيه قالت له ايه؟ امنيه قالت له محدش بيعاملني حلو هنا، محدش بيحبني يا خالو. استنى بقى انا هديلك جوزي يجي يعرفك حاضر ونعم بتتقال ازاي. ماشي؟ هو في هنا حد بيعملها وحش؟ شربت من امها كل الصفات الوحشه بصراحه. انت كنت مستحمل ايه على ايه في صفاتها الوحشه دي؟ انا مش عارفه. ماشي يا امنيه. طب قولي لي اتصرف ازاي ولا اعمل ايه يا ندى؟ اطلع اختصر الكلام، قول له طلقتها. انت عايز ايه؟ طلقتها؟ ايوه طلقتها. انا لسه ما طلقتهاش. بس هتطلقها بعد ما يمشي على طول. قول له طلقتها واقفل الكلام معاه. انت باقي على ايه؟ لا. انت عايزها؟ لا. لو عايزها قول لي. طب انت هتبقى عايزها ليه؟ ما انا بربي لك امنيه يا محمود. وبكده هيكون الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش شير ولايك وسبسكرايب، ولو وصلت معانا لحد هنا فانت من الابطال يعني. عاش يعني. خليك بقى جدع وكمل ايميلك كده وراح على الانستا، عايزين نجيب 100 فولورز بس. وسلام.